السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هتكلم معاكم النهاردة عن فيروس ومرض جديد، هو مرض خيطي زي فيروس ميربورغ الموجود في أثيوبيا، أو زي الوباء الموجود في أثيوبيا. هو برضو موجود المرض دوت في أفريقيا، وهو مصنف من الدرجة الأولى بالأمراض الوبائية أو الحرب البيولوجية. إيه هو ده؟ هو فيروس الإيبولا أو مرض الإيبولا. إيه هو فيروس الإيبولا؟ هو فيروس قاتل خيطي ظهر في أفريقيا، وفي وسط أفريقيا وفي غرب أفريقيا، وتحديدا أكتر في زئير. طيب هو الفيروس ده بينتمي لنفس العيلة بتاعت ميربورغ؟ هو فيروس خيطي وبينتمي لنفس العيلة إلى الوباء اللي ظهر في أثيوبيا، عشان كده بنتكلم عليه. وهو في تشابه ما بينهم في طرق الانتقال والعدوى والأعراض كمان. طيب هو بيسبب إيه؟ هو بيسبب تلف في الجهاز المناعي والأعضاء بتاعة الجسم. ليه؟ لأن هو بيسبب حمى نسفية. إيه حمى نسفية؟ الحمى احنا عرفناها اللي هي ارتفاع في درجة الحرارة بتاعة الجسم نتيجة للإنفكشن أو العدوى الفيروسية اللي دخلت الجسم. لكن إيه هي بقى النسفية؟ كده عرفنا حمى يعني نسفية، يعني بتعمل نزيف داخلي. عشان كده من أحد أعراضها نلاقي فيه بقع بتبقى موجودة على الجلد، بقع حمراء موجودة على الجسم، يعني على الجلد، ده نزيف تحت الجلد. بالإضافة لمراحل متقدمة يبقى فيه نزيف من العين ومن الأنف ومن اللثة، وممكن كمان من المهبل والمستقيم. طيب احنا دلوقتي، طب هو ده نسبة الوفيات فيه عالية، هي بتتراوح من بين 25% ل 90%. لو أخدنا تقريبا افريج هنقول الافريج 50%. طب 50% ده عالي ولا واطي؟ لا، ده طبعا عالي جدا. نص المصابين يتوفوا ويموتوا، ده عالي جدا. والموضوع مش بيقف عند كده بس، ده الجثث كمان ممكن تنقل الفيروس. الجثث يعني الشخص مات حد جه يغسله او يكفنه ممكن يتنقل له العدوى. هي دي المشكلة بتاعته، ان هو اشبه بوباء، ومصنف كمان ضمن الحرب البيولوجية. وحاجة زي كده لو انتشرت بتبقى مشكلة كبيرة جدا. طب هي فترة الحضانة بتاعته تقريبا قد ايه؟ هي بتتراوح ما بين يومين ل 21 يوم، وفي الغالب بتظهر الأعراض بعد أول أسبوع، بعد 7 أيام أو 8 أيام على الأقل. طيب احنا قلنا الأعراض: الحمى، طبعا التعب الشديد والوهن، والألم في العضلات. قلنا ما دام قلنا حمى على طول هيبقى فيه المفاصل فيها ألم ووجع، وكذلك العضلات، وكذلك ممكن كمان سلسلة العمود الفقري والعظم، لأن قلنا الفيروسات ديت، وخصوصا الفيروسات اللي بيبقى حجمها كبير وعليها سبايك كتير، ده الجسم بيحتاج باور أو غذاء جامد عشان يعمل الليمفوسايتس اللي هي بيتكون منها الأنتي بودي، الأجسام المضادة، عشان يحجم الفيروس. الفيروس بقى عليه سبايك زي مثلا فيروس أوميكرون أو ما إلى ذلك، فالجسم بيحتاج باور، فبيفتت جزء من نخاع العظم عشان ياخد منه الكالسيوم والالكالين فوسفاتيز عشان يعمل الليمفوسايتس او الانتي بودي، الاجسام المضاده. طبعا التهاب الحلق ده طبعا بيبقى ضمن الاعراض. فقدان الشهيه ده برضو ضمن الاعراض. بس في اعراض دي تعتبر كده اعراض خفيفه، في اعراض بقى بتبقى تقيله شويه او اعراض حاده. دي بتتمثل في ايه؟ القرح بالدم اللي قلنا عليها، اللي هي بتظهر تحت الجلد نتيجة للنزيف او الحمى النسفية. طبعا الاسهال ممكن يكون مع دم. بيبقى فيه كمان ألم في منطقة الصدر، وألم في المعدة، وبيبقى فيه ضعف شوية في وظائف الكلى والكبد، بالإضافة للنزيف اللي قلنا عليه من الأنف ومن العين ومن اللثة كمان. وقلنا كمان المستقيم، وعند السيدات كمان ممكن يبقى فيه نزيف من المهبل. طيب هو دلوقتي بيبقى فيه كمان مشاكل في التنفس برضو، ممكن بيبقى فيه ضيق في التنفس نتيجة للوهن اللي موجود في الجسم. طيب هو ده بينتقل ازاي؟ خفاش الفاكهة المصري زي ما قلنا بالظبط في ميربورغ. طيب خفاش الفاكهة المصري ده في مصر بس؟ لا، ده في مصر وفي أفريقيا وفي آسيا، بس هو اسمه كده، الاسم العلمي بتاعه كده. طب هو الخفاش بس اللي بينقل؟ لا القرود، الغرلات، اللي هي
النسانيس الفئات ديت هي دي اللي بيبقى عندها الفيروس وبينتقل منها للإنسان. طب هو بينتقل ازاي؟ يعني هو في اكتر من حاجة، في انتقال من الحيوان للإنسان وفي انتقال من الإنسان للإنسان في الطريقتين. الناس اللي بتاكل اللحوم بتاعت الحيوانات وبتصطاد خفافيش وبتاكل القرود، ده الفيروس ده بيبقى موجود في فصيلة القرود والغوريلات، واللي بياكلها بيجيله الفيروس ده كده انتقال من الحيوان للإنسان. في انتقال بقى من الإنسان للإنسان. طب هينتقل من الإنسان للإنسان إزاي؟ في أكتر من طريقة طبعا. ممكن باللعاب بتاع الفم، هو طبعا كل سوائل الجسم بس اللعاب والبراز القيء، ودي أحد الأسباب الناس اللي بتصاب بترجع بدم. البول أو البراز برضو نفس الحكاية. المخاط بتاع الأنف، ممكن برضو العطس، لأن الفيروس تقريبا بيبقى في الجسم كله. فالعطس برضو لما الواحد بيبقى مصاب ويعطس وينشر الفيروس، أي حد هيلمسه ممكن إن هو يجيله الوباء دوت. طب احنا ليه بنقول عليه وباء؟ إن هو سريع الانتشار، بينتشر سهل. لو واحد عطس بيملى الدنيا، لو واحد كح مخاط براز، قلنا حتى لو توفى وحد بيغسل او بيكفن المتوفي دوت وعنده ايبولا، ممكن الشخص اللي بيكفن او بيغسل ده يجيله الايبولا برضه. عشان كده كان وباء وكان عامل مشكلة طبعا في افريقيا، بس الحمد لله تم احتوائه بقدر كبير. ممكن بيظهر في بعض القرى او بعض الاماكن دي ما فيهاش وعي طبي طبعا في افريقيا، فسهل ان حاجة زي كده تنتشر. طيب هي ممكن كمان لو الأم مصابة وهي بترضع على الجنين، الطفل بتاعها يتصاب، سواء هو في بطنها أو بالإرضاع، سواء عن طريق المشيمة لو في بطنها أو عن طريق الإرضاع، ينتقل الفيروس دوت للطفل. وكذلك برضو العلاقة الحميمة عن طريق السائل المنوي. وطبعا لو حد اتصاب بالمرض ده وخف منه، الفيروس بيفضل في السائل المنوي بتاع الرجل لأسابيع. عشان كده يفضل ما يكونش فيه علاقة ما بينه وما بين زوجته الفترة دي، يعني فترة أسابيع بعديها، 3 أو 4 أسابيع أو أكتر كمان، حتى بعد الشفاء. إنه ممكن هو خف، تحصل علاقة، الحيوانات المنوية تنتقل ومعاها الفيروس، تروح للزوجة تتصاب. هو برضو يعني حاجة من الحاجات الصعبة شوية. طيب العلاج بتاعه إيه الفيروس دوت؟ هو فيه إن إحنا نعالج الأعراض. الحمى هناخد خافض الحرارة، الألم والوجع هناخد المسكنات. طبعا ده لازم يتعلق له محاليل عشان موضوع الجفاف والإسهال بدم وما إلى ذلك. وكمان نعالج ضغط الدم، لأن هو النزيف الداخلي دوت بيخفض ضغط الدم، فلازم نعالج ونعلي ضغط الدم شوية بالأملاح. دي الستيب 1 أو الدرجة الأولى. طب الدرجة التانية في أدوية الأجسام المضادة. إيه الأجسام المضادة؟ الأجسام المضادة ديت الجسم اوريدي بيصنعها، بس لما تكون المناعة طبعا كويسة. ضمن نخاع الحاجات اللي بنصنعها نخاع العظم، زي الريد بلاد سيل، كرات الدم البيضاء والحمراء، بيبقى في حاجة اسمها الليمفوسايتس. الليمفوسايتس دي المادة اللي بتبقى جاهزة في الجسم، اللي بيتعمل منها الأجسام المضادة الأنتي بادي. طب إيه دور الأنتي بادي؟ الأنتي بادي لما بيبقى فيه فيروس وعليه سبايك، اللي هو الشوك اللي موجود عليه ده، بيروح للخلية عن طريق ريسبتورز. ده زي كده المفتاح للباب. الريسبتور دوت هو بيروح بالسبايك بتاعته ديت على الخلية. السبايك بيدخل على الريسبتورز كده كأنه بيفتح الخلايا وبيدخل ويتكاثر. الانتي بودي دوره ان هو يمسك في السبايك ديت، ما يخليهاش توصل للريسبتور، بيسدها بيقفلها. طب هو ده عامل زي ايه؟ عامل زي حرف الواي كده اهوت، حتى لو شفناه في الصور بقى شكله عامل زي حرف الواي. طب احنا ازاي ان احنا نكتر من الانتي بوديز الموجوده عندنا والليمفوسايتس؟ طبعا ده طبعا بيبقى طبيعي. اللي احنا بنتكلم عليه ده الانتي بوديز المصنعه، ادويه الانتي بوديز المصنعه في شركه في الولايات المتحده، شركه ليلي. دي هي متخصصه في الحاجات ديت بالظبط، وده خصوصا في الايبولا بتاع زئير، لان هو في اكتر من ميوتيشن او اكتر من تحور موجود فيه. فادويه الانتي بوديز ديت بتقلل الريبليكيشن، هو ما يقدرش ان هو يدخل الخليه ويتكاثر كتير، فكده انا حجمت العدد بتاعه. طيب الانتي بوديز ديت الجسم بيصنعها، الجسم بيصنعها، بس لما بيحصل طبعا اتاك او كده اهو بيحصل ضعف في الجسم، بالاضافه ناس كتير بقى عندها ضعف في المناعه، عندها امراض مزمنه، ضغط وسكر وما الى ذلك، فالجسم ممكن ما يصنعش القدر الكافي.
والمناعة تبقى ضعيفة. طب هياخد من نخاع العظم، نخاع العظم لو في ضعف أو مفيش كثافة في نخاع العظم، الموضوع بيبقى أصعب وأصعب. فالليفل التاني في العلاج هو العلاج بأدوية الأجسام المضادة. طيب هو الموضوع ده لو انتشر ليه تطعيم؟ هو في تطعيم بس للنوع بس اللي هو موجود في زئير، ايبولا زئير، هو ده الموجود ليه تطعيم بالفعل، وده بيتم اعطائه لو انتشر في بؤرة او اي حاجة بيدوا التطعيم على طول عشان نحجم الموضوع ده والموضوع طبعا ما ينتشرش. طيب هو في حاجة تانية تقدر إن هي تساعد إن هي تحجم الفيروس ده؟ لو استخدمنا الكحول اللي هو التركيز 70%، و60% أوكي بيقتل، لكن ال70% بيبقى نتيجته طبعا أعلى. وده لو حد مريض أو في اشتباه وفي في البراز دم والمستقيم دم برضه، الحاجات أغلبية الأعراض مشتركة شوية ما بين فيروس الإيبولا وما بين الميربورج بتاع أثيوبيا. ده على طول لازم يكون فيه كحول في البيت، ولازم أي حد في البيت يغسل إيده على طول بالمية والصابون قبل الأكل وبعد الأكل، ونرش كحول باستمرار، خصوصا لو في عطس وفي مخاط وفي معاها سيلان في الأنف والمشاكل ديت. ولو في طيب هي الحجامة جربت مع حاجة من الحاجات ديت ومفيدة؟ هي الحجامة ما اتجربتش على الفيروس أو الفيروسات ديت ذات نفسها، يعني مفيش حالة أنا عملتها بإيدي لفيروسات زي كده. الحمد لله احنا في مصر قدر الإمكان الموضوع آمن شوية، والمسألة دي بتبقى موجودة في أفريقيا. بس هي الحجامة لما جربت مع فيروسات كتير كانت النتيجة عالية جدا وقوية جدا، وهتقدر ان هي تجيب نتيجه. بس طبعا مش اي حد يعملها، لازم يبقى حد فاهم وعنده خبره وخبره طويله كمان، وما نتعرضش لحد مريض بالفيروسات دي غير لما يكون في طبعا وقايه رقم واحد عشان الفيروس ما يتنقلش للشخص اللي بيعالج. لازم يبقى حد عنده وعي وفهم، والموضوع بيبقى ان شاء الله بسيط، والعلاج بيكون نتيجته كبيره جدا، وخصوصا ان هي بتفلتر الدم بتاع الجسم وبترفع المناعه وبتخلي الجسم يفرز مسكن طبيعي، بتعمل حاجات كبيره جدا وحاجات كتيره جدا بتكون مفيده للجسم. طبعا مع الالتزام برضو لو في علاج او ما الى ذلك، ما نلغيش مساله العلاج خالص والمسكنات. ولو في أي سؤال أو أي استفسار سيبوه لنا في التعليقات، ودمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.